في نهاية يوم الجمعة 22 نوفمبر سنة 2024 كان عبد الله فراج رايح يستريح بعد تعب يوم طويل جدا في الشغل، وطول اليوم وهم بيستعدوا في بيتهم في بني سويف لأن فرح أخوه عبد الرحمن خلاص قرب. لكن فجأة بيجيله تليفون بيغير حياته تماما وبيهدم كل حاجة. أخوه اتقتل بأبشع طريقة، والمفاجأة في القاتل اللي فجر صدمات للمصريين كلها. لو عايز تعرف الحكاية خليك معايا في الموضوع من أوله. يظهر ان ضريبة الشهرة بتكون انك بتصرخ لما بتنجح وبتصرخ اكتر لما بيحصل لك مصيبة، وده اللي حصل مع واحد من اشهر الشيفات اللي موجودة في الوطن العربي، الشيف الشربيني صاحب اكبر المطاعم وبرامج الطبخ في مصر وفي الوطن العربي. في ليلة واحدة خسر كل حاجة، خسر سمعته اللي كانت في السماء بسبب نجاحه وشهرته، دلوقتي بقى معروف بالقسوة والناس بقت بتحاسبن عليه. كل ده بسبب غلطة ما كانش السبب فيها، لكن ردة فعله كانت مفاجأة وما كانتش متوقعة. الموضوع بدأ في ليلة الجمعة 22 نوفمبر لما كان الشيف راجع من شغله وكان تعبان وداخل ينام، لكن فجأة صحي على مكالمة تليفون ان ابنه عمل حادثة كبيرة جدا على الطريق. الشيف جري يطمن على ابنه الشيف المشهور علاء الشربيني، بس لقى انه مش هو اللي عمل الحادثة. الكلام رايح على ان الشيف الشربيني كان غني ومشهور واتجوز من 3 ستات في نفس الوقت، وزوجته التانية هي الاعلامية مي او مايا الشربيني، وكانوا ساكنين في منطقة الشيخ زايد. وكانت مايا ليها ابن اسمه مازن عنده 16 سنة من جوزها الأولاني، واللي معروف إن هو مستهتر ومتدلع بسبب الثراء الفاحش اللي هو عايش فيه. مازن كان عايش مع أمه وجوزها الشيف الشربيني، وفي ليلة الجمعة اتفق مع صاحبه إن هم يخرجوا سوا بعربية الشيف الجديدة، واللي كانت عربية رانج روفر مشتريها جديد من بره بسعر غالي جدا. المهم إن مازن أخد العربية وفات على صاحبه وأخده معاه وطلع على الطريق بسرعة جنونية، وده كان في منطقة البستان في الشيخ زايد، واللي معروف إن هي خطر جدا، وكانت الساعة 1 بالليل والدنيا كانت ضلمة كحل، ولازم السرعة فيها ما تتجاوزش 80 كيلو في الساعة. لكن ازاي مازن كان عايز يبهر صاحبه بالسرعه الجنونيه بتاعه العربيه، فانطلق بيها بسرعه الرياح، وكان هيخبط واحد راكب على موتوسيكل، بس الراجل اللي كان على الموتوسيكل ده شافه ان هو جاي بسرعه جنونيه فوقف مكانه وبعد عن الطريق لحد ما العربيه تعدي. فجاه بيظهر على الطريق موتوسيكل بتاع دليفري، والراجل اللي كان راكبه شاف العربيه جايه عليه بسرعه رهيبه، وفي اقل من ثانيه بتحصل كارثه على الطريق. مازن بيخبط موتوسيكل الدليفري وبيطير العامل 100 متر لقدام لحد ما بيقع على الناحيه التانيه من الطريق. ساعتها مازن وصاحبه حاولوا يهربوا بالعربيه، لكن يظهر ان الموتوسيكل حب يجيب حق صاحبه، فضل شابك ساعتها في العربيه واللي كانت ماشيه بكل سرعتها برغم اللي حصل، وسحلت الموتوسيكل معاه وكسرته. لكن قبل ما يتكسر الموتوسيكل 100 حته وهو غرقان بدم صاحبه، كسر العجله القدامانيه بتاعت عربيه مازن وخلاه مش قادر يتحرك بالعربيه خلاص. ساعتها مازن وصاحبه قرروا يهربوا من المكان ده بسرعه، لكن ما يعرفوش ان في عربيه تانية متابعاهم من اول الطريق، والعربيه وقفت قدامهم عشان تمنعهم من الهروب. ونزل صاحب العربيه وكان اول شاهد عيان على الحادثه، وكان مصدوم لما شاف العامل بيطير في السماء من قوه الحادثه، وفضل يزعق في مازن واللي معاه بسبب التهور والسرعه اللي كانوا فيها، ويا دوب بيدور ظهره عشان يتصل بالاسعاف. فجاه ولا بيلاقي مازن ولا صاحبه وهربوا من المكان. ساعتها بدات الشهود تتجمع حوالين المكان، وساعتها بيلاقوا مفاجآت ظهرت قدامهم، وهي ان الشيف الشربيني ومراته مايا جايين يشوفوا الحادثه. الناس في البدايه افتكرت ان الشيف الشربيني طيب وجاي يطمن على عامل الدليفري الضحيه، لكن لقوه جايب عربيه ونش ضخمه عشان ينقل العربيه من مكان الحادثه. ساعتها عرفوا ان الشيف الشربيني هو ابو الطفل اللي كان سايق العربيه، وان العربيه الرانج لوفر دي اصلا بتاعته هو، وهو اللي اداها لابنه اللي لسه مطلعش رخصه ويا دوب لسه مطلع بطاقه، ودلوقتي جاي يشيل العربيه من مكان الجريمه عشان يحاول يهرب ابنه. لكن كل الناس اتجمعت عشان يمنعوا الونش من انه يشيل العربيه، وفعلا العربيه ما اتحركتش من مكانها والونش مشي من المكان. ساعتها الشيف عرف ان هو مش هيقدر ينقل العربيه من مكانها، فبيتكلم مع الناس اللي اتجمعت، والناس ساعتها بدات تهاجمه لان هو عايز يضيع حق عامل الدليفري المسكين. وقتها الشيف بيرد عليهم بطريقه وحشه جدا وبيقول لهم اللي عنده كلمه يلمها، انا هبلغ الشرطه دلوقتي. لكن يظهر ان هو كان بيشتغل الناس وقتها، لانهم اتفاجئوا ان في 2 من ورا استغلوا الزحمه وحاولوا ان هم يفكوا لوحه العربيه والارقام، لكن الشهود مسكوهم ومنعوهم لحد ما تيجي الشرطه اللي جت مع الاسعاف بعدها ب10 دقايق. والاسعاف ساعتها جريت على عامل الدليفري اللي كان مرمي على الناحيه التانيه من الطريق، لكن طبعا لقوه غرقان في دمه وعظم جسمه كله متكسر، حتى انهم حاولوا يجمعوا جسمه عشان يودوه المشرحه. وساعتها اتصلوا بكل الناس اللي تعرف العامل ده، وكان من اول الناس اللي تيجي هو مدير المطعم اللي شغال فيه العامل ده، وما كانش مصدق اللي حصل له لانه لسه مكلمه من ساعه تقريبا. وساعتها قال لهم على مفاجآت تانية صادمه جدا. الضحيه اسمه عبد الرحمن فراج وعمره 24 سنه، وهو اصلا من محافظه بني سويف، لكنه جاي يشتغل في القاهرة عشان يقدر يحوش فلوس ويدي جزء منه لأهله، والجزء التاني بيحوشه عشان يتجوز فاطمة حب حياته، وكان خلاص بيجهز لفرحه اللي هو كان يوم 6 من شهر ديسمبر اللي جاي. ويوم الجمعة ده كان آخر يوم ليه قبل ما يرجع أجازة على البلد عشان يتجوز ويقضي شهر العسل مع حبيبته. لكن القدر كان ليه رأي تاني وخلى عبد الرحمن عريس في الجنة. ومدير المطعم ساعتها بيتكلم ومش مصدق اللي حصل، ان خلاص عبد الرحمن مات، لان هو كان اخر يوم ليه النهارده وكان هينزل بكره اجازه عشان فرحه، ودلوقتي اهله اللي كان بيستعدوا لفرحه دلوقتي هيستعدوا لجنازته.
في الوقت ده عبد الله فراج اخو عبد الرحمن كان بيستعد ان هو يدخل في النوم بعد تعب يوم طويل في تحضيرات وتوضيبات الفرح، لكن فجأة بيجيله تليفون بيغير كل حاجة وبيقلب الفرح لحزن وبكا. ساعتها عبد الله من الصدمة ما كانش مصدق ولا عارف هو هيعمل ايه لما قالوا له ان هو لازم يجي دلوقتي عشان يتعرف على جثة اخوه اللي موجودة في المشرحة بتاعت مستشفى الشيخ زايد التخصصي. عبد الله من الصدمة جري على المستشفى وهو بيدعي ان هم يكونوا غلطانين وان اخوه لسه عايش ويفرح بيه ويتجوزه، لكن للاسف لما شاف الجثة طلعت جثة اخوه فعلا، لكن جسمه كله متكسر ومفيهوش حته سليمه والدم مغرقه من كل ناحيه. حب ساعتها ان هو يحضن اخوه لكن قالوا له ان هو عظمه كله متكسر. عبد الله فضل يصرخ ويعيط وكان عايز ينتقم من اللي عمل كده وبيجري بسرعه على مكان الحادثه. انه لما بيروح هناك بيشوف صدمه، وهو ان الشارع كله غرقان بدم اخوه والموتوسيكل بتاع اخوه مرمي على جنب الطريق وعليه دم اخوه. والمفاجاه الاكبر لما شاف العربيه الرانج روفر اللي قتلت اخوه واللي كان لسه موجود عليها دم اخوه، وطبعا العربيه نفسها متكسره من قدام من شده الخبطه لانها كانت جايه بسرعه كبيره جدا. قرر ساعتها ان هو هيجيب حق اخوه مهما حصل ومهما كان مين اللي عمل الحادثه اذا كان مشهور او غيره. وهنا الشرطه بدات تجمع الشهود وبتقبض على مازن وصاحبه والشيف الشربيني، وبيقبضوا كمان على اول شاهد بيحكي كل التفاصيل اللي شافها. وبيقول لهم الشاهد ان هو كانت الساعه 1:15 وهو كان ماشي على طريق الشيخ زايد، والمفروض ان الطريق ده اقصى سرعه عليه 80 كيلو في الساعه لانه الطريق ده خطر وضلمه، لكن فجاه بيلاقي عربيه ماشيه جنبه زي الطلقه سرعتها هتعدي ال 180 كيلو في الساعه. وبالرغم ان الطريق ده اضاءته ضعيفه لكن العربيه اللي كانت ماشيه جنبه كانت قافله الكشافات بتاعتها كلها، وكان في نفس الوقت عامل الدليفري بيعدي الطريق بالموتوسيكل بتاعه. وطبعا الشاهد شايف السرعه الجنونيه اللي كانت ماشيه بيها العربيه، فكان متاكد ساعتها ان هو هيخبط عامل الدليفري، لكنه ما كانش متوقع ان الحادثه هتكون بالبشاعه دي لانه فجاه شاف عامل الدليفري بيطير في الهواء ووقع على الارض بقوه كبيره لدرجه ان هو كان متاكد من وفاته قبل ما يروح له اصلا، لان الخبطه والرميه اللي اترماها دي تموت اي حد. الغريب بقى ان الشاهد بيقول ان رغم اللي حصل ده كله العربيه ما وقفتش اصلا، لكن بالعكس ده كان بيحاول يهرب كمان، فكان لازم ساعتها ان الشاهد يجري ورا العربيه ويوقفها، بس لقى ان نتيجه تكسير العربيه للموتوسيكل ان العجله القدامانيه بتاعت العربيه اتدمرت خالص. وهنا بيتجمع كل الشهود وكل واحد بيحكي اللي شافه للظابط، وان العربيه كانت منطلقه بسرعه رهيبه وانها كانت هتخبط موتوسيكل تاني قبل ده. وهنا بيدخل الشيف الشربيني مع مازن وبيقول لهم ان مازن ده مش ابني بس ابن مراتي، وهو جاي بنفسه يسلمه للشرطه، وان الولد هرب هو وصاحبه من مكان الحادثه لانه خاف ان الناس اللي اتجمعت حواليه تضربه، علشان كده هو رجع للبيت عندهم. لكن الشيف الشربيني بنفسه جه عند مكان الحادثه علشان يطمن على العامل، لكن للاسف لقاه ميت وحالته فظيعه جدا، فقرر انه هيتواصل مع اهل الميت بعد ما هيسلم مازن بنفسه. وبيقول للظابط ان مازن سرق مفاتيح العربيه من غير ما نعرف، واستغل مازن ساعتها ان الشربيني كان نايم، لكن العربيه اللي عمل بيها الحادثه ملك للشيف الشربيني واصلا مازن ما عندوش رخصه قياده. وطبعا لما بيسالوا الشيف الشربيني انت ليه كنت عايز تنقل العربيه من مكان الحادثه، قال لهم انا كنت عايز انقلها من على الطريق وانا اصلا كنت هسلم مازن بنفسي. وهنا النيابه قررت ان هي تعمل تحليل مخدرات لمازن وصاحبه اللي عندهم 16 سنه وكان بيسوقوا بسرعه جنونيه جدا علشان يشوفوا اذا كان بيسرق تحت تاثير المخدرات ولا لا، وساعتها دي هتكون قضيه تانية تماما. والنيابه امرت بحبس مازن وصاحبه 4 ايام على ذمه التحقيق، لكن ساعتها تم الافراج عنه بكفاله 20,000 جنيه. دفعهم على طول وخرج الولد في ساعتها، لكنه خسر في الليله دي اهم من الفلوس، خسر سمعته وشهرته وتاريخه كله بسبب انه حاول يغير الادله ويهرب ابن مراته المستهتر ويضيع حق عبد الرحمن المسكين اللي راح هدر. ودلوقتي بعد ما كانت بني سويف بتستعد لفرح واحد من اطيب اهلها بقت بتستعد لجنازه عريس من الجنه. ودلوقتي يا عزيزي المشاهد تفتكر ايه الحكم اللي يستحقه الشربيني اللي بيقول ان هو بيتواصل مع اهل الميت عشان يلاقي حل، وايه هو العقاب اللي يستحقه ابن مراته المستهتر، وهل فعلا تؤيد حكم القتل الخطأ ولا استهتار؟ اكتب لنا رأيك دلوقتي في التعليقات، وادعي لعبد الرحمن بالرحمة. سلام.